رايحين واخدين الجوازات ويلا دور عربيات بحالها. دارت العربيات، دخلنا على البوابه، المفروض اللي بعد جدابيا في بوابه على طول، البوابه ديت امشي امشي امشي، بعد البوابه بحوالي 3 4 كيلو راح جاي مدخلنا في قلب الجبل. في ايه مفيش ايه، ما انتش عارف تتكلم، درس هنا درس دي يعني اركن. احنا عاملين اعتصام. قلت طب احنا مالنا ومال الاعتصام؟ احنا مالنا احنا؟ انت عامل اعتصام. يقول انا عامل اعتصام سلمي. قلت له سلمي ازاي؟ انا اعرف اعتصام سلمي؟ انت منك لنفسك بتعمل اعتصام. ما كنت حادث سواقين وحادث سيارات، كنا فوق ال 75 تريلا و10 عربيات نص نقل، وفي حوالي 7 عربيات بركاب داخله ليبيا، وفي عربيات كانت طالعه من ليبيا فاضيه. كان بيتعاملوا معاكم ازاي هناك وانتم محترزين؟ اول يوم اللي كان بيتكلم قال لنا بالعربي المفتشر كده هفحت بالكشيك وهحطكم احياء لو اتكلمتم. قلت له يا عم احنا اهالينا عارفه اللي احنا نازلين، انت كده موقف حالنا. يقول لي باطي يعني بقى ابوه. انا ما شفتوش بقالي 3 شهور، انا عاوز احل مشكلتي. طب باطك ده ماله يا عم؟ عمل ايه؟ يقول لك ممسوك على الحدود المصريه بيصطاد صقور. قلت له ايه؟ واخد 25 سنه. قلت له ما يبقاش بيصطاد صقور، يعني كده ما يبقاش بيصطاد صقور. الحكومه عندنا ما بتاخدش حد الا هو الوطن. بدل يتمسك على الحدود يا هتلاقيه بيهرب مخدرات، يا بيهرب سلاح، يا بيهرب اي حاجه. ما هم مشهورين يعني السلاح. شكله عايشين المعيشه هناك ازاي؟ الاكل والشرب كان كله ده شكله ازاي هناك؟ الاكل والشرب معانا احنا في السيارات. احنا اي عربيه فيها مطبخ وفيها ثلاجه بنحط فيها قوالب ثلج. كنا بناكلهم. قال لك ايه اللي عاوز اي حاجه. طبعا ما عندناش حمامات هناك، طبعا منك لربنا. ممكن ربنا يكرمك بعجربه تلسعك اي حاجه، بتبقى ماشي تقعد تبص حوالين رجليك عشان خاطر ما تلبسش في اي حاجه. ممكن تلاقي لغم، لان كان في عجل قبل مني، حدث قبل مني بيوم كان مركون في اللغم، في الالغام، حقل الالغام، وطلعوهم من حقل الالغام للناحيه الثانيه برضه. لما جانا قبيله قال لك احنا قبيله من بني غازي وبنتفاوضوا وما تزعلوش، واللي عاوز حاجه، عاوز اكل، عاوز شرب، عاوز اي حاجه، الجواز زي ما هو معاه. ويطلعني بعربيه اروح اجيب اكل وشرب ويرجعني تاني. طب وعرفتوا امتى ان انتوا راجعين؟ ما عرفناش، واتاكدنا مليون في الميه الا اول امبارح بالليل لما سياده الفريق عبد الفتاح السيسي طلع في خطاب في التلفزيون، واحنا ما شفناش الخطاب ده، احنا سمعناه بنكلمه اهالينا. قال لك 48 ساعه المحتجزين اللي في ليبيا السواقين بالسيارات هيطلعوا. تاني يوم عرفنا برضه الصبح اللي هو قال لك لو ما طلعوش النهارده انا هعرف اجيبهم ازاي. الكلام ده احنا سمعناه من اهالينا في البلد بالتليفونات. متواصلوا مع اهاليكم في البلد؟ متواصلين على طول. احنا ما احناش، انت بتلقح في الجبل ما انتش عارف حاجه، ما فيش راديو بيجيب لك اذاعه، ما فيش اي حاجه بتجيب لك اي حاجه. فجاه لقينا نفسنا الناس راحت جايه قال لك خلاص احنا حلينا مشكلتنا يلا اتكلوا على الله. انتوا بالعربيات من هناك لحد هنا؟ جينا بالعربيات من هناك لحد هنا. واحنا غنم عشان يتحجزوا في الجبل؟ يعني احنا غنم؟ انت ليك كله اتحرك بالعربيات والبضائع الخاصه بيهم؟ كله اتحرك ما فيش حد. يعني اول يوم اللي كان فيه اهانات وكان معاهم سلاح، تاني يوم اختفى السلاح لما القبائل دخلت. اختفى السلاح، بس ما كانش حد يقدر يطلع من هناك، لان لو طلع من هناك كان هيجاب لك اي سياره تضرب لك نار في الكاوتش، شكرا وقفت، ممكن تاخد لك طلقه وتتلقح في الرمل وعربيتك تخليها واقفه. الف حمد لله على السلامه. الله يسلمك. شكرا. ومشاهدينا الكرام، هذه كانت جوله مع سائقي الشاحنات العائدين الى منفذ السلوم مره اخرى بعد اختطاف ميليشيات مسلحه لهم داخل الاراضي الليبيه، ونجاح المخابرات الحربيه بالتعاون مع مشايخ وقبائل في مدينه السلوم وعلى الجانب الاخر الناحيه الليبيه في الافراج عن نحو 85 مصريا كانوا محتجزين داخل الاراضي الليبيه. ونشكركم على حسن المتابعه.